يا رب، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم يا الله. خلينا نقوم نبلش اليوم ننكد على هالمرة على الأولاد، لأنه اليوم أجازتي ما في شي نعمله. يا رب يا فتاح يا عليم، يا رب استغفر الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. يعني ليش فتحت الشباك وفتحت البرادي والدنيا برد؟ بدي هوي الغرفة. يعني هلا حبكت معك تفتح الشبابيك والبرادي بهالبرد وستة الصبح عشان تهوي الغرفة؟ عن جد قلة ذوق. يعني انت يوم اجازتك ما بتبطلها العادة، بس بدك تفيق الكل معك. هلا اذا عم هوي الغرفة صار اسمها قلة ذوق؟ تصطفلي ارجعي نامي تضربي انت بهويكي. ها رجع سكرت. انا اصلا اساسا الحق علي عم فوت لك هوا تهوي لك الغرفة اللي لحتها معطلت اعطل. انقبري نامي. يا ريت توطي لها صوتك بس لانك فضحتني قدام الجيران. انا هذا اليوم تبع الاجازه تبعك بكرهه بس لاجلك بكرهه لانك بتفضحني دائما صوتك طالع. ما عجبك العجب. انا شو شغلتي بهالبيت غير اني لملكم سراميكم؟ على طول هيك منتوره بهالبيت السرامي. انا هي شغلتي بس بهالبيت، كل يوم اطلع الاقي الصالون كله سرامي. مو صالون بيت، هذا دواب عايشه معي. انا دواب اللي عايشه معي. انت اللي نسيان سيراميك برا شيء؟ ايه والله نسيته من غير قصدي. لك العمى شو انك جحش. فقنا بكير من شان ما يعملنا مصيبه. شوف هلا تركت لنا الصرامي برا واخوك الثاني فيقنا ما فاق. هلا شو عم بده يروح يفيقه مثل الكلب بده يجره من جوا. احمد لسه ما فقت؟ بلا ابي فقت. اذا كان فقت بعدك نايم بفرشتك. قوم خلص لي قوم. شو هاد؟ بقصرات بالارض مع اف على الريحه. تفيها عليكم، لك تفيها عليكم على قرفكم. لك انتم شباب، انتم شباب. لك الشاب حلو بنظافته، حلو هيك بغرفته النظيفه. لك شو الريحه؟ شو كاني فايت على اسطبل. انا فايت على اسطبل، انا ما فايت على غرفه شباب. انا فايت على اسطبل. انتم شلون بتناموا هون؟ هون بيناموا دواب. هون بيستحوا الدواب انه يناموا. لك انا لما كنت بعمركم كان يفوت ابي لعندي ريحه المسك تلاقي له من برا. لك قوموا ينقطع عمركم من بين الشباب. لك انا ما قلت لك تقوم؟ لك ابي لوين بدي اقوم؟ لك شو لوين بدك تقوم؟ قوم خلي الهواء يفوت لعندك على الغرفه يهوي لك اياها. خلي الشمس تفوت، خلي نور رب العالمين يفوت لعندك. لك انت شو قادر تتحمل؟ انت بس فهمني، انت شو قادر تتحمل هالنشاحه؟ لك انت نشح. انت لمين طالع نشح انت؟ خلص ابي والله بدك والله طالع نشح انت. خلاص يا الله ما عاد تناشح يا الله. طع عمركم من بين الزلم. لكن بده يناموا للساعه 12 وللساعه 1 مثل امهم. لمين بدهم يطلعوا؟ وانت ولك شو عاد عم تعمل؟ اقسم بالله ما عم بعمل شيء. قبلتني قاعد اموري بخيره. انا اصلا فايق الساعه 5 اليوم لانه يوم اجازتي فايت الساعه 5 وهيك حاب اني اشوفك وتصبح بوشك. شو بدك انا جاهز. شو بدك نعمل احنا جاهزين. فايق بكير عم تضربنا من نيه. لا تكون عم تضربنا من نيه. لا خليك مثل اخوك الشدير بضل نايم للساعه 12 وحده ما وراكم شيء. لكن يا عمي صحح لكم مين يعرفكم، صحح لكم مين يروح يشتغلكم. في دابه عندكم تشتغل بتجيب لكم اكل. اما تطيع على راسك ولك اما تطيع لشوف. ها هاي امتى تطيع على راسي؟ ها شو بدك نحن جاهزين ابي. شو بدك نحن جاهزين. اهم شيء تروق. ولك هذا شعر زلمه ولك. لك انت مالك مستحي من حالك عم تمشي فيه بالشارع. اليوم بتحلقه. عم تفهم؟ اليوم بتحلقه لشعرك. خلص امرك. اليوم بدي احلق حلقه مدرسيه على الصفر. بدي احلق شعر اليوم. اهم شيء روق. انت لا تعصب ان شاء الله يا ابي. مرقنا يوم الاجازه هيك على خير. بوس ايدك. مضي لكم هذا اليوم على خير. ليش انا قعدتي بالبيت لهالدرجه وزعجتكم؟ لك انا بس اذا الله اخذ امانته بس بدي اعرف شلون بدكم تعيشوا. منين بدكم تكونوا قد حالكم تصرفوا على حالكم؟ منين؟ اذا واحد نايم لي للساعه 1 وواحد قاعد عامل لي شعرهم مثل البنات. الله يرضي لكم هذا اليوم على خير. لك انا الحق علي. بس لك انا لو اني مخلف كلاب برا تعوي لي احسن من هيك تخلفه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. عم تصلي انت؟ اللي بيشوفك انت عم تصلي بيقولوا اولادك الشيوخ ما شاء الله عليكي. التقى والنور عم تشرشر من وشك شرشره. وانت عم تصلي جلسي لظهرك وانت عم تصلي. ما علموكي اهلك. ما علموكي شلون طرق الصلاه بتصير. بعدين ليش عم تلقوسي الصلاه لقوسه على مهلك؟ ما حدا لحقك بعصايه. شوي انت عم تصلي. مربيه اجيال قال. لك انت بس فهمني ليش طالع عنا العر؟ انت ليش صوتك طالع بهذا البيت؟ ما في شيء عاجبك. لك ترك الاولاد بحاله. لك اليوم اجازتهم للاولاد بدك تقعد تنقر عليهم تعوفن حالهم. خلص بقى يا رجال. هلا انا مو عاجبني العجب. ليش انت اصلا انت واولادك فيكم شيء بينعجب؟ واحد قاعد لي هون للساعه 2 لحتى يفيق.
وواحد قاعد هون بس على التلفزيون واكل الهوا، وواحد فلتان مع رفقاته، وانت ما شاء الله عملتي لي فيها شيخه، ما شاء الله عليك مربيه اجيال، بس شاطره انت طول الاسبوع تقولي لي هات وهات. صحح لكم الحمار ببلاش، صحح لكم مين تعتلوا عليه، بطلع طول النهار على الشغل ما بعرف ليلي من نهاري، واولادي ومرتي ما شاء الله عليهم شو هاد، ما شاء الله تربايه وما شاء الله شغل، وعم يساعدوا ابوهم وعم يعاونوني، لك تفه على هيك تربايه. لو اني مخلف عجول احسن لي. هي تربايتك على فكره، ها انا لو تربايتي كانت غير هيك. ليك ابوك شكله عصب على الاخر وبلش بامك، فانا زي ما رح احمل حالي واهرب لعند الشباب، واخر الليل بيجي بيكون تعب ومل وخلصنا من السيناريو تبع يوم الاجازه، معروف كل اجازه ببلش فينا نفس السيناريو. السلام عليكم. تعال وين رايح لك؟ ولا ما كان ابي، رايح لعند الشباب شوي شغله ساعه وجاي، في لي عندهم كم غرض رح جيبهم واجي. فوت نبر لجوا بلا رفقاتك بلا زفت، بدنا نصلح المروحه اللي بالغرفه جوا. نبر ابي انو مروحه بدك تصلحها؟ هي المروحه اللي بالغرفه جوا من سنه ال 85، من ساعه ما بلشت انت جدي تعمروا بهذا البيت هي موجوده جوا، يعني هي قطعه نادره، هلا جاي بدك تصلحها؟ يا سيدي انا هلا بدي اصلحها للمروحه، تعال علمني شو بدي اعمل سيد راسي، تعال قل لي شو بدك تساوي، تعال ربيني، تعال يا ابني ربيني، هلا بدي اصلحها للمروحه، عجبك ولا لا؟ لا لقدامي لشوف. لا ابي خلص معاذ الله، خلص بنصلح المروحه، تفضل فوت نصلح المروحه، يوم الاجازه اصلا معروف من اولته، معروف يوم الاجازه بنصلحها، ليش حتى بنصلح المروحه؟ بنصلح المروحه صار لها 700 سنه موجوده عندنا، ليش حتى بنصلحها؟